جمهورية البلطجية في مصر لا يعلم أحد قوامها أو كيف سينتهي بها الحال، ولكن ما بات يعلمه الجميع أنها كانت ولا زالت أقوى الأذرع التي يعمل من خلالها ما كان يعرف قديما بالطرف الثالث، أو بمعنى أوضح العسكر ومن خلفهم من عناصر الدولة العميقة. نشأت هذه الدولة في عهد المخلوع مبارك بهدف مساعدة الداخلية على قمع تظاهرات المعارضين والتعدي على أنصار جماعة الإخوان المسلمين والمواطنين أمام اللجان الانتخابية لمنعهم من التصويت، وكذلك المساعدة في إتمام عمليات التزوير التي احترفها الحزب الوطني على مدى عقود. كان للبلطجية دورا بارزا في ثورة 25 من يناير من حرق للأقسام ونشر للفوضى وتزعم لعمليات السرقة والسلب والنهب لتنفيذ مخطط المخلوع أنا أو الفوضى، هذا بخلاف عمليات الاعتداء المتواصلة على المتظاهرين في ميدان التحرير طوال أيام الاعتصام، لعل أبرزها موقعة الجمل التي بدأت تشير إلى المحرك الرئيسي لجمهورية البلطجية. كما تواصل دورهم عقب الثورة في افتعال أعمال العنف بين المتظاهرين والأمن في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي وقتل بعض النشطاء المؤثرين في من حولهم أمثال جيكا وكريستي وغيرهم. في 3 من يوليو جاء الانقلاب العسكري ليكشف للعامة عن المحرك الرئيسي لجمهورية البلطجية، والمفاجأة أنها كانت أجهزة الاستخبارات المصرية بأنواعها، والتي حاولت حماية نظام المخلوع ثم عملت على إجهاض ثورة 25 من يناير وإسقاط أول رئيس مدني منتخب. كان للبلطجية دورا هاما في التهيئة للانقلاب العسكري بإعاز من أجهزة المخابرات، بدءا بمحاولة الاعتداء على موكب الرئيس محمد مرسي ووزرائه أثناء جنازة شهداء رفح، ومرورا بالاعتداء على قصر الاتحادية وخلع أبواب القصر، والاعتداء على مقرات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين والكنائس، وتزعم تظاهرات 30 من يونيو. واستمر أيضا دورهم بعد الانقلاب العسكري بالاعتداء على التظاهرات المؤيدة للشرعية ومساندة الجيش والشرطة في قتل المتظاهرين. لا زالت أعداد جمهورية البلطجية في مصر لغزا مخيفا، وقالت تقديرات شبه رسمية أن قوام ما تسيطر عليه المخابرات العامة 300 ألف بلطجية، منهم 80 ألفا في القاهرة وحدها. أما عن التمويل فلم يتغير منذ عهد المخلوع، وهم رجال أعمال الحزب الوطني المنحل، ولعل أبرزهم رجل الأعمال نجيب ساويرس راعي جماعات البلاك بلوك، فيما تؤكد مصادر دخول الكنيسة المصرية على خط التمويل عقب ثورة يناير بهدف إسقاط الرئيس ذو الخلفية الإسلامية. ورغم أن البلطجية هم جهاز تقوده المخابرات العامة والأجهزة الأمنية في مصر، إلا أنه يصعب السيطرة عليه إذا تم حشدهم في مكان واحد نظرا لطبيعتهم الهمجية، وظهر ذلك جليا في عمليات الاغتصاب والتحرش الجماعي التي شاهدها الجميع في احتفالات أنصار السيسي بميدان التحرير، وفشل الأمن في التعامل معهم. وعلى غرار مقولة ثمن كلبك يأكلك، يرى خبراء أن جمهورية البلطجية توشك أن تأكل أصحابها بعد استفحالها وامتلاكها للأسلحة بمساعدة الشرطة بهدف القضاء على التظاهرات المعارضة، خاصة وأن أعدادا كبيرة من رجال أعمال مبارك باتوا لا يستطيعون تحمل كلفتهم الباهظة، هذا بالإضافة إلى امتلاكهم الشوارع عن طريق البلطجة واستيلائهم على أراضي الدولة. ترى كيف ستكون النهاية؟ هل تأكل القطة أبنائها أم يأكل الكلب صاحبه؟